شرف بالاسم. سالي متولي، مؤسسة مصر الخير. ممكن حضرتك تحكي لنا شوية عن المشروع؟ ممكن تدينا فكرة بس شوية عن المشروع؟ عن الصامت حضرتك تقصد؟ الصامت مدته يومين ان شاء الله، والهدف منه او اسمه حتى الثيم العامة بتاعته تكنولوجي فور امباكت، يعني التكنولوجيا من اجل احداث المصري. فالتكنولوجيا لوحدها زي مثلا ان انا يكون عندي التكنولوجيا القادره على ان انا اتواصل عن بعد ما تعملش حاجه، كان لازم ابني عليها تطبيقات وخدمات. فالنهارده بنقول يا مبتكرين، التكنولوجيات اللي انتم بتشتغلوا عليها دي ازاي تطلعوا منها ابتكارات، والابتكارات دي ازاي تاخدوها للسوق. فاحنا عندنا محاضرات متعدده بتشوف رواد الاعمال تبني فكرتك ازاي، تفهم الاحتياجات ازاي، تدرس السوق ازاي، تشتغل باقل ريسورسز متاحه عندك ازاي، تجتذب مستثمر ازاي. كل ده لرائد الاعمال. الشركات ذات المسؤوليه المجتمعيه بنجيب لهم امثله لشركات ذات مسؤوليه مجتمعيه على مستوى العالم دعمت رواد الاعمال المجتمعيين وحققت نجاح. وبالنسبه للمستثمرين بنقول لهم ان في موضوع مهم جدا بدأ من 2007 على مستوى العالم اسمه الاستثمار المجتمعي. والاستثمار المجتمعي ده معناها انك تستثمر في فكره لها اثر مجتمعي وبتجيب فلوس. طب الاقي الافكار ازاي؟ اقيمها ازاي؟ لما اجي ارعاها ايه المراحل بتاعه النمو بتاعها؟ فده اللي احنا بنغطيه، بالاضافه طبعا للبلاتفورم بتاع الكوميونتي اللي موجود فيه 12 جهه زي اشوكا وزي جامعه اسيوط وزي حاضنه ابني وزي نهضه المحروسه وزي الام اي تي انتربرايز فورم. كل واحد فيهم جه علشان يقول هو بيرعى رياده الاعمال ازاي، ويجيب او يحكي عن قصص النجاح اللي هو دعمها عشان ننقل المعرفه وننشرها ما بين رواد الاعمال الاخرين. احنا دايما بنلاقي فجوه ما بين البحث العلمي وما بين سوق العمل او الجهه التنفيذيه، ازاي حضرتك بتقدروا توفروا حاجه زي كده؟ هو ده اللي احنا بنشتغل عليه، لان احنا حتى كمؤسسه مصر الخير بدانا من 4 سنين لتمويل المشروعات البحثيه، وكانت زي ما حضرتك بتقول كده بتقف على انها نموذج. النموذج لسه ما نزلش السوق، ما حدش حس بيه، ما حسش الاثر بيه. ومن هنا بدانا برنامج الحاضنات التكنولوجيه عشان ناخد الناس اللي عملت النماذج دي ونساعدها انها تطلع بشركتها وتنزل السوق. وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله، لان الخبرات اللي انت محتاجها عشان تعمل النموذج غير الخبرات اللي انت محتاجها عشان تطلع من نموذج لشركه. محتاج تفهم السوق، محتاج تبقى منافس مع المنافسين بتوعك، فدي كلها بتحتاج دعم فني مختلف، محتاجه تمويل مختلف. وهو ده اللي احنا بنعمله في حاضنه الاعمال في مصر.